ربعي ايديكي. ربعي، هنلعب لعبة مع بعض. طيب دلوقتي ربعيها بالعكس. بالعكس يعني. اي طريقة من دول كانت اصعب؟ اكيد التانية، لان التربيعة الاولانية هي اللي انت متعودة عليها، والاشارة اللي اتبعتت من المخ عشان تتحكمي في التربيعة التانية جت من مكان مختلف تماما. العادات بتصبح حاجة تلقائية، وبتشكل حوالي 45% من اللي بنعمله كل يوم، بغض النظر هي عادات كويسة ولا مش احسن حاجة. المخ هنا ما بيفرقش، هي عادة وبس. المخ هنا بيحول كل اللي انت بتعمليه مع بنتك بشكل متكرر من زعيق او تهزيء او انتقاد او اي طريقة انت بتتبعيها معاها، وبيحولها لعادة. فلما ربعتي ايدك اول مرة، الاشارات جت من الليمبيك سيستم اللي هو مسؤول عن المشاعر والذكريات والعادات. لكن بقى لما تاني مرة قلتلك ربعي ايدك بالعكس، الاشارات هنا جت من البري فرونتال كورتكس اللي هو المسؤول عن المنطق والتفكير والتخطيط، اللي هو هنا اللي احنا دايما بنتكلم عليه كتير. فاذا ابتدينا نكرر اي حاجة جديدة هتصبح عادة في الاخر. طيب الكلام ده كويس جدا، لكن للأسف معظم الناس بتقاوم تغيير أي عادة، زي مثلا إنك تعملي دايت أو تروحي شغل جديد أو تنقلي بيت جديد أو تغيري طريقة معاملتك لبنتك، لأن الأميجدلا في المخ بتفهم إن التغيير ده هو خطر وتهديد عليكي. فتعملي بقى الأميجدلا تبتدي تفرز هرمونات هي نفسها اللي بتفرز أثناء الخوف أو القتال أو الهروب، اللي احنا بنسميهم fight or flight or freeze. يعني من الآخر جسمك بيحميكي من التغيير. الجميل في الموضوع إننا ممكن نغير أي حاجة احنا تعودنا عليها لما بندرب نفسنا واحنا واعيين، ونبتدي نعمل الطريقة الجديدة لغاية ما نتقنها تماما. حتى لو احنا يعني بنحس اننا بنمثل في الاول خالص، يعني بنفيك الموضوع وبنمثله. في حاجة كده بنقولها اللي هي fake it till you make it. مفيش مشكلة خالص ان احنا نبتدي نغير حتى لو احنا بنمثل في الاول. طيب في معادلة لطيفة جدا ابتكرها ديفيد جلايشر هتفرق معاكي جدا. المعادلة دي بتقول ايه؟ بتقول دي في 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 اف اكبر من ار. الكلام ده كله اقولك، بيقولك عدم الرضا او dissatisfaction في الرؤية او الفيجن في الخطوات الاولى او الستبس، الفيرست ستبس، هي اكبر من الريزيستنس او المقاومة. يعني بكلام اخر ألم الخسارة اكبر من قوة المكسب. خلينا نقول الكلام ده بوضوح وبالتفصيل وبإسقاط على التربية. طيب اول حاجة اللي هي الدي اللي احنا قلناها اللي هي عدم الرضا. ايوه ينفع نبقى مش راضيين على فكرة. احيانا عدم الرضا ده بيبقى كويس، مش راضيين عن الطريقة اللي بنتعامل بيها مع بناتنا. اللي بيخلي عدم الرضا موجود هو الازمات المتكررة بينك وبين بنتك. خليكي واضحة جدا في ايه الخسارة اللي هتحصل لو ما بدأتيش في تغيير طريقتك. وعشان كده ما ينفعش تواجهي مشاعرك بالمنطق. احنا قلنا ايه؟ المشاعر والمنطق بيقوم بينهم خناقة. يعني لما تبقي قلقانة على بنتك وعلى العلاقة بينكم، محتاجة تعرفي بالظبط انتي حاسة بايه. دوري على الشعور اللي جواكي، هو حزن ولا ضيق ولا غضب ولا ايه بالظبط. راقبي بس الشعور، لكن ما تحاوليش حتى انك تحكمي على نفسك. طيب رؤيتك اللي هي تاني حاجة للفي، الفيجن، بتبقى ايه هي شكل العلاقة اللي انت عايزاها بينك وبين بنتك. تخيلي شكل العلاقة ده، اكتبيه، حتى اكتبي كده: انا عايزة الصبح اصحى وابوسها واحضنها، وحتى لو اتلكعت في الصحيان شوية ههزر معاها بدل ما ازعق لها، وبعدين وانا بوصلها المدرسة هتكلم معاها في اي حاجة مسلية، ومش هتكلم عن الدرجات ولا عن المذاكرة ولا عن المدرسة نفسها، علشان ده في الاخر ده مش وقته. انا بوصلها، ما حبكش يعني. انا عايزة الصبح يبقى دايما بداية جميلة لليوم، وانا عارفة ان هي ساعات بتبقى مهملة في ترتيب اوضتها. اكتبي كده اكنك بتحكي، بس انا مش هقول لها الكلمة دي، مش هقول لها انت مهملة ولا هجرحها،
لكن هقول لها بشكل مباشر رتبي هدومك، حطيها في الدولاب، شيلي الكتب من على المكتب علشان تقدري تخرجي مع اصحابك. يعني انا هنا ايه، بحط حدود واضحة جدا. كملي كل السيناريو اللي انت بتتمني فعلا يكون بينك وبين بنتك. دي تاني حاجة اللي هي الفيجن. طيب تالت حاجة اللي هي الفيرست ستيبس او الخطوات الاولانية اللي انت هتمشيها. ايه اللي انت عايزة تغيريه؟ عصبيتك ولا الانتقاد، والا انك دايما شايفة عيوبها وبس، ولا ايه بالظبط اللي انت عايزة تغيريه؟ عشان تعملي ده محتاجة تحددي ايه اللي بيمنعك كل مرة من انك تغيري طريقتك مع بنتك. حاولي كده تحط لها حلول. يعني مثلا توترك من شغلك بيخليكي دايما عصبية، طب ايه الخطوة البسيطة اللي ممكن تعمليها عشان يبقى الشغل بالنسبة لك والانفايرمنت وبيئة الشغل اريح بنسبة حتى 5% بس؟ طيب هل اعباء البيت مثلا زيادة عليكي؟ طب محتاجة مثلا اي مساعدة، ولا محتاجة تخطيط، ولا محتاجة ايه؟ هل كل مرة بتحاولي تغيري طريقتك مع بنتك نفسك بتتسد؟ وارد. وارد طبعا ان انت جربتي الموضوع ده كتير فنفسك اتسدت فقفشتي فرجعتي لطريقتك القديمة تاني. طيب يبقى محتاجة تفهمي بنتك بشكل افضل وتفهمي التغيرات اللي بتمر بيها وتسمعي لها اكتر. ممكن تستعيني بكتب او فيديوهات مثلا او بوستات عشان دايما تبقي فاكرة انك تبقي على التراك. محتاجين بعد ما نعمل كل ده ان احنا ما ننساش ان الصحبة ساحبة. يعني دايما عايزين نحيط نفسنا بأمات يدونا قدوة كويسة، ونبعد نفسنا عن اي حد بيخلينا مشحونين طول الوقت. افتكري دايما ان علشان نغير اي عادة محتاجين نفكر بشكل مختلف علشان مخنا يبتدي يقلل الخوف والتوتر ويشكل عادات جديدة.